يا مساء القمر، قاعدة لا بيا ولا عليا، لقيت جوزي داخل عليا. ايه ده جايب لي الخير كله، اللهم بارك. طبعا انا بيني وبينكم اتصدمت. مش معقولة، اكيد ورا الموضوع ده يعني مش معقولة ميسو مثلا ميسو منص حبيب قلبها يدخل عليها فجأة كده. لا، صراحة بيني وبينكم، هو ما جابليش كده من فراغ. ماشي. المهم هحكي لكم القصة وما فيها. بس قبل كل ده، لو بتشوفوني على اليوتيوب ياريت تخشوا تشتركوا على القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتتابعوني على الفيسبوك فولو ومتابعة. ويلا بينا نعلي المايك وندوس على لايك وشير وكومنت الجميل اللي بيفرح قلوبي. يا قلوبي بس انا مش زيكم كده، مش عندي قلب واحد، لا انا عندي قلوب كتير. وهي قلوبكم انتوا الجميلة الطيبة. بجد ببقى مبسوطة جدا لما كل حد بيقول لي كتر خيرك، تسلم ايدك، شكرا بجد. ولما كل حد يكتب لي كومنت لطيف ظريف، حتى لو حد كتب لي كومنت شتيمة يعني عادي، بعديها ما بتضايق، يا عديها يلا، كله في ميزان حسناتنا. المهم، كل ما افتكر الفيديو ده اتحسر على ايامي واندم واقول ياه كان زمان. صراحة بيني وبينكم الفراخ دي مش اليومين دول يا جماعة، يعني ما تصدموش كده زيكم كده، لا. الفراخ دي جبتها قبل ما كنت اتحجز في المستشفى اخر السنة، قبل اخر السنة كده. والله الفيديو ده من شهر 12، يعني انا صدفة شفته. قلت لا، لما استعيد ذكرياتي، هو انا معقولة اسيب ذكرياتي كده تعدي واقول ياه الله يرحم ايام الزمن الجميل. وحشتيني يا غالية، وحشتيني. طبعا كلنا دلوقتي اللهم لك ألف حمد وشكر ليك يا رب، بنبص على الفراخ من بعيد لبعيد. يعني احنا بنحط الأطباق على الطبلية، على الصينية، على السفرة، على أي حاجة، ونتخيل جه بقى طبق عدس كده، ونفتكر ان جواه شوربة وحتة فرخاية محمرة، ولا بطاية بتلز كده. يا كروشي، ياني. آه الكرش اشتكى. من كتر ما احنا مقمطين عليه. بس ولا يهمنا، الحمد لله هتعدي. ياما عدينا بحاجات كتير، نعمة وفضل. اللهم إني أسألك من خيرك وفضلك وكرمك، فإنها لا يملكها إلا أنت. والحمد لله طبعا يا رب. تمام. المهم، كنا جايبين 4 فرخات، اللهم بارك كده. والله اللي افتكر ان ال4 فرخات دول كانوا عاملين حوالي 300 جنيه. ده كنت جايبة الكيلو ب40 جنيه او ب42 جنيه، وكنت بعيط بقول لأحمد بتاع الفراخ، ليه يا راجل؟ لا حرام عليك، اسرق عشان اجيب لك؟ ليه لما اروح اشتري شوية فراخ؟ ده انا يا دوب. طبعا بقى قعدت اتشرط واتأمر واتنك بقى عليه، ما انا دافعة ده 300 جنيه كده، جنيه ينطح جنيه. ايش قطع لي البانيه كذا، ولا سيب لي صدري كذا، ولا اعمل. وكنت بقى ايام ما بطن، يعني بصوا، اقطع الصدور دي والبانيه ايش مش عارف ايه، هعمله كوردون بلو. اخص عليا، انا قلت الادب، انا عارفه ان انا قلت الادب. اللي مش عارفين الكوردون بلو ده بقى عشان لزوم التناكه بتاعت اهلي. ماشي. ده الصدور او البانيه، بس بنخبط عليه شويه كده ونكبره. ماشي. ونروح بقى جايبين له ايه، حاجات عيب، حاجات قله ادب في الزمن ده. يا اختي نجيب له اشي تركي مدخن، احي عليا وعلى اهلي. والله. وإشي صوابع موتزاريلا. عيشة أهلك. أنا عارفة إن أنا مش عايشة عيشة أهلي. الله يرحم أبويا لما كان بيغمس المش بالعيش الفين، وكان يقول جميل.
يعني أنا عارفة والله، والله من غير أنتم ما تقولوا، أنا واحدة عارفة، أنا قليلة الأدب، أنا مش محترمة، أنا عارفة إن أنا باقول حاجات عيب. المهم كمان بقى كنت أروح عاملة بقى إيه في الصدور، لأ، سيب لي الصدر سليم واخلي لي منه العضم، عشان أنا هاعمله إيه، فراخ بصوص الكاري. أحيه يعني، أحيه يعني، أنا عارفة والله. ولأ، سيبهولي بقى كده سليم شوية وافتحهولي من النص، عشان أنا هحشيه خضار وممكن أحشيه سبانخ. تمام، واعمله كده في الفرن، واروح حاطاه بقى ايه عليه جبنه موتزاريلا، اللي هي دلوقتي بقت لمن استطاع اليه شراء، احنا بقينا نتصور جنبها. تمام. الله يرحم ايام الفشخره، الله يرحم ايام فشخرتنا ده. ياه والله، اللي ودانا في 60 ده هي دي الفشخره. انا عارفه من غير انتوا ما تغلطوا. تمام. المهم، وكنت اجيب الوراك بقى ايه، اشي اقطعه ورك سليم، ماشي، وإشي لأ أقطعه دبابيس عشان أعملها مش عارف بإيه. ولا ده أنا هعمل ده اللي هي اليخت الكريسبي، الفراخ الكريسبي، وإشي شوية من البانيه أعمله إيه ستريبس. ومرة الشاورما دي ما كنتش بقى، لا الشاورما دي كنت بعملها ازاي بقى صراحة، من لما بيبقى مننا كده ايه، من كل واحد يبقى حتة فرخة حتة بتاع كده، كنت اروح ولما الفراخ بقى كده اللي ايه بقيت من مناباتنا واحنا بنتغدى، واروح مفصصاها وعامله منها يا شاورما وحاشيه منها بجلاش. كانت احلى حشوات، يا اما المكرونات. تمام. الكبد والقوانص بمسكها اجمعها، ومره اعملها بقى كبد وقوانص كده مع مكرونه، يا اما اعمل رز بالكبد والقوانص، يا اما اعملهم حشوه في جلاش او رقاق. يا لهوي لما بيتعملوا في الرقاق خطيرة، خطيرة بقى كده، وحتة زبدة وقشطة تتحط على الرقاق، يا لهوي يا لهوي على الجمال، ياني. انا عارفة ان انتوا بتشتموني، والله انا عارفة ان انا هاخد دعوات في الفيديو ده قد كده، ولكن لا، احنا نفتكر ذكرياتنا. يعني دي ميسة مجنناني والله، جوزي بيقعد يقول لي كده. المهم طبعا لازم انضفهم كويس. عايزه اقول لكم انا ميه النقع دي بقى بعمل فيها ايه، بحط فيها سكر عشان الانسجه بتاعه الفراخ، لو الفراخ كبيره او الانسجه عموما للفراخ تتفتح كده وتبقى طريه وجوسي من جوه كده، لما نسويها ما تبقاش ناشفه معانا، وتاخد بقى وتدي في التتبيله وحاجات كده. وبحط ورق لوري وفلفل اسود حصى، ماشي، وملح وليمون كتير، ليمون اديها ليمون، وكم حبة خل كده. تمام، ما بكترش خل. طبعا بمسك الفراخ ادعكها دعكة محترمة، واطلع كل المزازة والزفلطة والزملقة اللي بتبقى تحت الجلد والحاجات دي كلها. والله حماته حياته، الله يبارك لها، الله يبارك لها، هي يعني بتدعي عليا لما بنضف الفراخ، والله بتدعي عليا وبتقعد يعني بتحاسبن عليا كده من جواها، وتقعد يا بنتي يا بنتي حرام عليك حرام عليك الفراخ يا بنتي سيبي. لا اسكتي اسكتي يا كوكو، اسكتي يا كركر، اقعدي يمي ساكته اقعدي. ليه؟ عشان اشي مش عارف حته الدهنه دي بصوا بشيل، اشي مش عارف حته ايه بتاع بشيل. اقول لها اسكتي اسكتي، هي ناقصه اقعدي يم. والا كله كوم والجناح، طبعا انا بشيل الطرطوفه اللي في الجناح من بره. اقول لها دي منبع الزفاره، تقول لي لا سيبي، هو الجناح بقى فيه حاجه؟ يا ساتر عليكي يا ساتر عليكي يا بنتي. والا بقى كل كوم ورقبه الفرخه كوم. انا برمي الراس، فبقعد ايه اجيب الرقبه من جوه واشيل الدهن اللي من فيها من جوه او اللي جواها، بيبقى كتير صراحه كتير. فتقعد تقولي حرام انتي، وده بيدي طعم لو عملتي على صينيه بطاطس او حاجه. المهم هنسيبها منقوعه وفطكم بألف عافيه.